ابن الفلك قبل ما يجي الطوفان. قالوا كده إن وقت السلم أهم جدا من وقت الحرب، لأنك لو استعديت كويس واتجهزت كويس وتهيأت كويس هيبقى في وقت الحرب في نصرة أكيدة. مهما كانت ظروفك يلا خد خطوة جديدة وابن فلكك في هذا الصباح. لو حواليك الشر عظيم، لو في ظروف صعبة بتعدي فيها وامتلأت الأرض من الطغاة وكل بشر أفسد طريقه وامتلأت أرضك من الظلم، ففي كلمتين مهمين في سفر التكوين وأصحاح 6. الكلمة الأولى إن نهاية كل بشر قد أتت، لكن الكلمة التانية ودي خاصة ليك النهاردة وليكي أختي العزيزة، ولكن أقيم عهدي معك. لو عايز تعرف تعمل إيه وسط الظروف الصعبة اللي ممكن بتعدي فيها والأحوال الصعبة من أشخاص أو من حالات أو من واقع مرير وانت مش عارف تتصرف فيه ازاي، بتحاول ومش قادر، اعمل زي ما عمل نوح. الرب قال له كده: اصنع لنفسك فلك. يلا كده ما تتأثرش ولا تفكر ولا تتجاوب ولا مهما حصل حواليك، المهم انت هتكون مين وهتعمل ايه وهتصدق بايه وهتحتمي في ايه. وده اللي عمله نوح، عمل الفلك قبل ما يجي الطوفان. يمكن يكون القرار ده صعب شوية، والرب قال له كمان كلمة مهمة: من الداخل ومن الخارج يدهن بالقار. الموضوع ده صعب والقرار ده صعب ويمكن المنظر ده صعب، بس عايز أقولك هو ده الطريق الأفضل اللي فيه الأمان في وقت الطوفان. ما تتجاوبش مع الشر ولا تتساهل مع الخطية، وكن مختلف مهما كانت القناعات مؤكدة لكن للأسف خاطئة جدا. انت شخص مختلف، اعرف انك انت خليقة مختلفة. الذين هم في المسيح خليقة جديدة. خد قرارك النهاردة وبكل تحدي أمام نعمة الله اللي بتعينك وبتشددك. لو الأرض فسدت أنا لا أفسد، لو امتلأت بالظلم أنا لا أظلم ولا أظلم ولا أتجاوب مع أي نوع من أنواع الظلم. لو امتلأت الأرض بالطغاة أنا أعيش وأسلك في وداعة وفي مخافة الرب، وهكون متكل على الرب بكل قلبي. على فكرة الفلك ما كانش لي دفة، يعني مش أنا المسؤول إني أحركه يمين ولا شمال، لكن الرب هو المسؤول عن حاجتين: هو اللي هيقفل الباب وهو اللي هيوجه ويحرك الفلك في وقت الطوفان. أنا مليان قوي بالإعلان ده وحاسسة إن رسالة خاصة لناس كتيرة النهاردة. لا تتجاوب مع الظلم ولا تتأثر بالطغاة ولا تشترك في الفساد، لكن كن مختلف، ابن الفلك حتى لو كان الأمر صعب ومدهون بالقار. وخلي الدفة تكون بتاعته هو، خلي هو اللي يمسك الدفة. هللويا. هيكون في نجاة، هيكون في حياة، ويقيم عهده معك، وهو ضامن العهد ده.